قصة وحكاية لاعب مشواره طويل في أوروبا لحد ما لقى نفسه بيلعب في أكبر نادي في أفريقيا. وسام أبو علي لاعب فلسطيني مواليد 1999. اخبط فوله عشان نقدر نكمل 10,000 في أسرع وقت، ويلا بينا. بداية المشوار مع وسام أبو علي. وسام بدأ يلعب كرة هناك في الدنمارك، وتربى في قطاع الناشئين بتاع نادي ألبورg. طلع من الناشئين لفريق أول. لعب أول ماتش رسمي ليه في الدوري الدنماركي سنة 2018، ودي كانت أول بداياته. بعدها قعد يتنقل بين الأندية الدنماركية. طلع إعارة لنادي فينديسل، وبعدين راح لنادي سوليك بور، ورجع تاني لفينديسل عشان ياخد فرصته ويلعب أساسي. وسام في الفترة دي عدى عليه اختبار صعب جدا، وفي ماتش حصلت له مشكلة صحية مفاجئة في الملعب، وده خلاه يبعد فترة. وكمان اتصاب بعدها بكسر في الضروس ودخلت في الرئة، بس الراجل كان عنده إصرار قوي ورجع للملاعب أقوى من الأول. وفي شهر 7 سنة 2023 وسام ساب الدنمارك وراح يلعب في نادي كي سيروي. هنا بقى وسام انفجر. لعب هناك كام شهر بس، وحط 10 أهداف في 16 ماتش بس. أرقامه دي خلته محطة أنظار ناس كتير، وبالذات في أوروبا، لا وكمان في منطقتنا العربية. الأداء الجامد ده خلى عيون النادي الأهلي المصري تروح عليه. الأهلي كان بيدور على مهاجم سوق، وشافوا في وسام المهاجم اللي بيدوروا عليه. وفي يناير سنة 2024 الأهلي خلص الصفقة رسميا من نادي كي سيروس بحوالي 2 مليون يورو. ووسام مضى للأهلي لمدة 4 سنين ونص. لما وسام جه الأهلي قال إن أبوه هو اللي شجعه على الخطوة دي، وقال إن الأهلي ده نادي كبير. وسام كان عايز يلعب في نادي كبير يكسب بطولات ويلعب في أفريقيا وكأس العالم للأندية. يعني في الخلاصة وسام نقل نفسه نقلة تاريخية من لاعب بيلف في الدوريات الاسكندنافية لمهاجم أساسي في النادي الأهلي. لا وكمان ده بقى هداف الفريق في أول مواسم، وكان بينافس على كل البطولات لحد ما جات المعجزة وينتقل لنادي كولومبوس الأمريكي.